أكبر موت غتعيشو ماشي هو النهار اللي غيوقف فيه قلبك. الموت الحقيقي هو النهار اللي كتولي تشوف حياتك كتهدم قدام عينيك بشوية، وانت غير كتشوف مخيم وكتسنى الوقت يدوز. كاين واحد الوقت في الحياة غتجيك واحد الفرصة، ولكن انت غتبقى غير واقف كتشوف فيها وكتسنى، ماشي حيت ما عندكش القدرة، ولكن حيت قنعتي راسك بكلمة أنا مرتاح هنا. وفي هذا الفيديو غنوريك كيفاش كلمة راحة غتقدر تكون أكبر عدو ديالك بلا ما تحس. كتصدم منين كتلقى راسك في نفس البلاصة اللي كنتي فيها عام هادي، عام آخد زاد في عمرك، وكاع داكشي اللي وعدتي راسك بيه غديرو بقى غير أفكار فاسك، حتى حاجة ما طبقتيها. هادشي ماشي غير كسل، هادشي كيتسمى انتحار بطيء. المشكل ماشي في الموجة اللي جات تديك، المشكل في الاختيار اللي اختاريتيه بيدك. النهار اللي اختاريتي تكون مرتاح على انك طيح وتنوض، انت اللي اختاريتي الفشل. عارف هاد الهضره ما غتعجبكش كيف وقيله ما كتعجبنيش حتى انا، ولكن خاصني نقولها ليكم ونفكر راسي بيها وبيكم. حتى انا بحالك، حنا اللي اختارينا الفشل والهروب من الواقع، واصعب فشل هو اللي كيكون بيدينا. تخيل معايا دابا دازت 5 سنين من حياتك، وقبل منها كانت الفرصة عندك باش تبدل وتغير كل شيء، باش تجرب، باش تاخد الريسك، باش تطيح وتنوض. انا متأكد انه جا داك السؤال اللي كيخرج علينا كاملين، اللي دغيا كيبدا يكبر في دماغنا وكيقول لنا وإلا فشلت. القرار اللي دمر كل شيء ماشي هو الفشل، ولكن هو الاختيار ديالنا، اننا ما جربناش اصلا وبقينا كنتسناو حتى يكون كل شيء مقاد 100%. ماشي الخوف من الفشل اللي قتلنا هو الراحة، وهو داك الامل الوهمي اللي هو في الحقيقة سجن، وخا الباب ديالو محلول بقينا كنشوفو فيه وما قدرنا نديرو والو. للاسف هما برمجونا نبقاو غير كنشوفو ونتسناو شي حاجة تجي تعتقنا اللي اصلا ما غتجيش. السؤال دابا اللي خاص نسولو راسنا، علاش كنبقاو في هذا السجن رغم انه كيقتلنا؟ حيت بكل بساطة المخ البشري بطبيعته كسول، كيبغي الامان وكيكره المجهول. الفشل فيه امان حيت راك مولفو كيجيه عادي، اما النجاح بالنسبه ليه فيه الصداع والريسك. العلماء درسوا هادشي بعمق في واحد النظريه كتسمى يوكيز دودسون، كتقول باللي الاداء ديالنا كيزيد غير الا كانت عندنا شويه الضغط والتحدي. ودراسه في جامعه كورنيل بينات باللي الناس مور 20 عام كيندموا على الفرص اللي ضيعوها. وفي الدين ديالنا الوقت امانه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. هادشي ماشي غير موعظة، هادي دعوة للحركة قبل ما يفوت الفوت. النهار اللي قررتي تفيق فيه عارفو ما كانش ساهل، الغضب واللوم اللي كان داخل فيك كان كبير. الغضب على راسك، على الايام اللي مشات بلا رجوع. وهنا فين كتبدا رحلتك الحقيقية اللي غتكون فيها انت هو البطل ديال الفيلم د حياتك. بدا بخطوة صغيرة، ماشي مهم تكون قوي في اول النهار، ضروري غير تكون حاضر. خدم بالخوف ديالك، بالعيا ديالك، بالفشل اللي داز عليك. كل خطوة صغيرة كديرها كتكون مسمار في نعش الكسل ديالك. منطقة الراحة هي قبر مزين بالورود، إلا ما نقصتيش منها دابا غادي تدفن فيه وانت حي. وانت اللي كتشوف الفيديو دابا، واش عندك شي فكرة راها باقا فاسك من شهور كتقول ليها ماشي وقتك دابا؟ الراحة اللي كاينة في بيتك دابا غتولي غدا ندم، بركة من الأعذار والتسويف. راه جا وقتك دابا، نوض تحرك. اكتب لينا في لي كومونتير شنو هي منطقة الراحة اللي انت واحد فيها دابا. وإلا هاد الفيديو قاس فيك شي حاجة شاركو مع شي حد محتاج يسمع هاد الهضرة. نوضو كل بطل ديال قصة حياتك. كان معاكم ما ينساش بالدارجة. تهلاو.